وكما أكدنا في أكثر من فيديو سابق، يرغب نادي كورينثيانز البرازيلي في التعاقد مع ميشيل ديلجادو جناح الهلال، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وبحسب ما ذكرته المصادر فإن مانو مينزيس مدرب النصر السابق والحالي لنادي كورينثيانز البرازيلي طلب من إدارة ناديه التعاقد مع ميشيل ديلجادو من صفوف الهلال في يناير جاري. وأوضحت المصادر أن إدارة نادي الهلال تجاهلت استفسارات نظيرتها في كورينثيانز بخصوص التعاقد مع ميشيل ديلجادو، مما أدى إلى بحث مسؤول النادي البرازيلي على خيارات أخرى لتدعيم تشكيلة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وسجل البرازيلي ميشيل ديلجادو هدفا وصنع هدفين خلال 19 مباراة مع نادي الهلال الموسم الحالي. وكنا قد ذكرنا مؤخرا أن البرتغالي خورخي خيسوس مدرب نادي الهلال لا يمانع في رحيل البرازيلي ميشيل ديلجادو على سبيل الإعارة أو البيع حال التعاقد مع لاعب وسط هجومي خلال الميركاتو الشتوي الجاري. من جانب آخر يجذب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد اهتمام أندية في أوروبا والدوري الأمريكي. انضم كريم بنزيما لصفوف نادي الاتحاد في الصيف الماضي، حيث وقع عقدا مدته 3 سنوات، وذلك بعد نهاية رحلته مع ريال مدريد. ويمر كريم بنزيما بأوقات عصيبة داخل الاتحاد بعد الانتقادات الحادة التي انهالت عليه إثر تراجع مستواه والهزائم المتتالية للفريق. وخاض بنزيما 15 مباراة رفقة فريق الاتحاد في مسابقة دوري روشن السعودي هذا الموسم، وسجل اللاعب 9 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة. وعلى صعيد متصل رصد نادي نابولي الإيطالي أحد نجوم الأهلي لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الشتوي الحالي يناير 2024. وعانى الأهلي من تذبذب كبير في النتائج في بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، وانتفض بقوة في الفترة الأخيرة، حيث يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين. ووفقا لصحيفة الماتينو، وضعت إدارة نابولي النجم التركي ديميرال قلب دفاع الفريق الأهلاوي على رأس أولوياتها في الشتاء الحالي. وكشفت الصحيفة عن ترحيب ديميرال بالانتقال إلى الفريق الإيطالي، حيث يرغب في الرحيل عن دوري روشن السعودي للمحترفين والعودة إلى الملاعب الأوروبية مجددا. وعلى الرغم من ذلك أكدت الصحيفة على صعوبة إتمام الصفقة، خاصة أن نادي نابولي الإيطالي لا يستطيع تحمل قيمة التعاقد مع مدافع الأهلي أو رواتبه. ومثل ديميرال البالغ من العمر 25 عاما الثلاثي يوفنتوس وأتلانتا وساسولو في إيطاليا قبل الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صيف 2023. من جانب آخر يبدو أن نجم مانشستر يونايتد البرازيلي كازيميرو قد اقترب من مغادرة الدوري الإنجليزي والانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن كازيميرو سيرحل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، وسيكون النصر هو وجهته في الموسم الجديد. ويقدم كازيميرو مستوى مميزا مع مانشستر يونايتد، إلا أن الإصابة أبعدته عن مباريات عديدة هذا الموسم، وشارك في 63 مباراة بجميع البطولات، وسجل 11 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة، وذلك خلال 18 شهرا. ويرتبط النجم البرازيلي صاحب 31 عاما بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد حتى يونيو من عام 2026، وساهم في فوزه الموسم الماضي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.